نفهم موضوع انفجار الشمس لازم نعرف هي أصلا بتشتغل إزاي. الشمس دي عبارة عن مفاعل نووي ضخم جدا بيشتغل باندماج ذرات الهيدروجين، واللي بيحصل نتيجة الاندماج ده إنه بينتج طاقة رهيبة جدا بتطلع لنا في صورة ضوء وحرارة. بس مش معنى إن الشمس بتطلع طاقة إن الموضوع آمن للأبد. الحقيقة إن الشمس لها عمر محدد زي أي كائن حي، وهي دلوقتي في نص عمرها تقريبا، يعني عدى حوالي 4.6 مليار سنة، ولسه قدامها حوالي 5 مليار سنة كمان. بس السؤال اللي شاغل ناس كتير، هل ممكن تنفجر فجأة؟ الإجابة لأ. الشمس مش من نوع النجوم اللي بينفجر فجأة وبيتحول لسوبر نوفا. النوع ده بيكون ضخم أكتر من شمسنا بكتير. الشمس لما تيجي نهايتها مش هتنفجر انفجار عنيف مرة واحدة، لكنها هتمر بسلسلة من التغيرات البطيئة في حاجة بنسميها دلوقتي العواصف الشمسية، ودي عبارة عن انفجارات على سطح الشمس بتطلق طاقة مهولة وجسيمات عالية السرعة في الفضاء. أحيانا العواصف دي بتوصل للأرض وبتأثر على الاتصالات وأجهزة الملاحة والكهرباء، وللأسف في بعض الأخبار اليومين دول ضخموا موضوع العواصف دي وقالوا إن ده معناه إن الشمس قربت تنفجر، وده مش صحيح. العلماء فعليا بيراقبوا الشمس 24 ساعة يوميا، ولو كان في تهديد حقيقي كانوا حذروا العالم كله. تعالوا بقى نشرح بالتفصيل ايه اللي هيحصل للشمس في المستقبل البعيد. اول حاجة، لما الشمس تستهلك كمية كبيرة من الهيدروجين اللي فيها هتبدأ تفقد توازنها، القلب بتاعها هينضغط والطبقات الخارجية هتتمدد بشكل ضخم جدا. في المرحلة دي هتتحول الشمس إلى ما يعرف بالعملاق الأحمر. حجمها هيكبر لدرجة إنه ممكن يبتلع كواكب قريبة زي عطارد والزهرة، وفي بعض التقديرات حتى الأرض ممكن تتاكل مع التمدد ده. بس المدهش بقى إن رغم حجمها المهول في المرحلة دي، حرارة سطحها هتقل وهتبقى لونها أحمر. يعني مش بس هتدمر الكواكب القريبة، لأ كمان الضوء والحرارة اللي بتبعته هيكونوا مختلفين تماما عن دلوقتي. بعد فترة من كونها عملاق أحمر، الشمس مش هتتحمل الوزن بتاعها وهتبدأ تطرد الطبقات الخارجية في الفضاء وتسيب وراه قلب صغير ساخن جدا اسمه القزم الأبيض. القزم الأبيض ده هيكون صغير جدا مقارنة بالشمس اللي نعرفها، لكنه هيكون شديد الكثافة وحرارته عالية جدا. بس بلاش نخاف، الموضوع ده مش هيحصل دلوقتي خالص، لسه قدامنا بلايين السنين، يعني احنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا مش هيشوفوه. الناس اللي خافت من موضوع الانفجار استندت على حاجتين: العواصف الشمسية اللي حصلت مؤخرا وفعلا كانت أقوى من العادي شوية بس ما زالت في النطاق الطبيعي اللي بيحصل على مدى السنين، وفي ظاهرة اسمها الحد الأدنى للطاقة